البرلمان الأوروبي أن تتبوأ وأن تتصدر شرف الدفاع العالمي والدولي عن قضية الشعب الفلسطيني وقضية الشعب الصحراوي أيضا، الذي يعاني بنفس ما نعانيه من استبداد وقسوة وأبرتيد وهجرة وتهجير وترانسفير. إننا نطالب رفاقنا في المجموعة اليسارية الأوروبية في البرلمان الأوروبي أن يتبوأوا وأن يتصدروا شرف الدفاع عن هذه القضايا الشريفة والنزيهة إلى أن تكتمل صورة العالم الحر العادل الديمقراطي. عضويتي في المجلس الوطني الفلسطيني لا تلغي على الإطلاق حقي المقدس في التعبير عن الدفاع والدفاع عن جميع قضايا الشعوب التي أشعر بعدالتها. قضية الصحراء ليس هي القضية الأولى التي أشغلت فكري. أشغل فكري قضايا النضال، وأنا شاب في إسبانيا، قضايا النضال في المجتمع الإسباني. دفاعي عن قدسية العدالة التي يستحقها الشعب الصحراوي ليست اختراقا على الإطلاق لدفاعي عن العدالة التي يجب أن نطالب فيها جميعا للشعب المغربي. فهناك لاجئون وهنا لاجئون، هناك محرومون وهناك محرومون، هناك مشردون وهناك مشردون، هناك عدم قدرة على استغلال مقدراتهم الساحلية وغير الساحلية، وهناك أيضا محرومين حتى من السباحة في بحرهم في غزة.